السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام. ان شاء الله النهاردة ودي لأول مرة على القناة هيكون مراجعة ريفيجن فيزيكس لتانية ثانوي. المراجعة هتكون المراجعة مقرر امتحان شهر مارس والجزء بتاع فبراير طبعا. تمام. لو انت تمتحن عليه امتحان الشهر بعد العيد. تمام. فانا في البداية عايز اوضح حبة نقاط كده. برضو بعتذر لو في حاجة ظاهرة في الخلفية صوت مسحراتي او كده يعني، بس يعني هحاول اتذكر اشيلهم في المونتاج. تمام. ففي البداية عايز أوضح عدة نقاط. النقطة الأولى إن المراجعة ديت شاملة كل أجزاء امتحان الشهر، مش مفوتة ولا معلومة في المنهج. لو انت ذاكرت الشيت ده بالتفصيل أو مع نفسك شفت الفيديو أو كده، طبعا انت مش هتعرف تحل أي سؤال، لأن في أفكار لازم تتعلم أفكار. مش مجرد، هو مش حفظ يا جماعة، هو مش حفظ ان انت تعدي على كل الأجزاء فتبقى عديت على كل أجزاء المنهج. فساعتها دماغك لما تيجي تشتغل في حل أي سؤال تكون ملمة بكل الأفكار، فدماغك تعرف تشتغل. هي دي الفكرة. تمام. فبرضو النقاط اللي عايز اوضحها ان دوت المقرر الشامل، وده احنا قلناها خلاص. تاني حاجة عايز اوضحها، الشيت دوت انت هو مكون من ورقتين مراجعة الشهرين او الشهر ومارس وفبراير، يعني الجزء بتاع الشهر الجاي ده كاملا مش مفوت ولا معلومة. فالشيت ده انا تعبت فيه جدا عشان اقدر احصل على نسخة بالشكل ده ويكلفني جامد. تمام. الشيت ده كلفني جامد برضو، عايز اوضح النقطة دي تاني. فعشان تحصل على نسخة من الشيت دوت انت كده ممكن تشوف الشيت في الفيديو. هتكلمني على الواتس هعرفك التفاصيل تحت في التعليقات، او حد هيرد عليك. هسيب لك الرقم تحت في اول تعليق مثبت، او هسيبه لك في الديسكريبشن. تمام. ده كده قلت لك ازاي تجيب الشيت. هتكلمني على الواتس هقول لك ازاي تجيب الشيت. تمام. رابع حاجة، ممنوع لو انت اخدت الشيت بايا كانت الطريقة او حصلت عليه من اي حد، ممنوع منعا باتا او انت براحتك انك تنشر الشيت في جروبات او كده، او تنشره على النت. واحد هيقول لي انت مش عايز تعمل خير وكده. لا، هو ده حق، مثلا حاجه انا تعبت فيها جامد او دفعت فيها جامد، فمن حقي ان انا يكون لي حقوق فيها. تمام. فانا قلت لك انت وضميرك، انت مثلا خدت الشيت نشرته في جروبات او كده، الموضوع هيكون راجع لك عامه مش مسامح. تمام. فانا اسف ان انا طولت عليكم جدا في مقدمه ملهاش اي 60 الف لازمه بالنسبه للمراجعه، بس دي بعض النقاط اللي كنت عايز اوضحها. فخلينا ندخل في صلب الموضوع على طول. بسم الله. مبدئيا كده في البدايه بدأ يتكلم في المنهج في اول درس في شابتر 1 عن حاجه اسمها الورك. الورك احنا لو ترجمناها بالعربي يعني الشغل، ولكن احنا مش محتاجين ترجمتها بالعربي. ازاي نقدر نحسب الشغل بيقول لك احنا نخش بالمثال على طول او نقرا التعريف على طول. بيقول لك ايه: scalar product of the force acting on a object and the displacement of the object. scalar product معناه بيقول لك ان الورك دوت scalar product. الورك دوت سكيلر برودكت. تمام. ولكن بيكون جاي من ملتبلاي حاجتين فيكتور. يعني ايه حاجتين فيكتور؟ انا مش فاهم اي حاجه. طب تعال نوضح. يعني الورك دوت مادام قلنا سكيلر يبقى ملوش دايركشن، الفيكتور ليه دايركشن. تمام. الفيكتور زي الفيلوسيتي مثلا بيقول 60 كيلومتر بير اور از تو دايركشن، بنحدد دايركشن. تمام. انما السكيلر ملوش دايركشن. يعني مثلا بنقول ورك بنقول 60 جول، ما بنقولش 60 جول في الشرق 60 جول في الغرب، هو 60 جول. تمام. الورك بيساوي الفورس في الديسبيسمنت. ولكن لو تاخد بالك من السهم اللي انا حاطه ده، السهم ده معناه لو الاتنين في نفس الاتجاه. الفيكتور الارو دوت معناه الاتنين في نفس الاتجاه، او بيساوي الاف دي في كوزاين الثيتا. وهنفهم الثيتا ديت جت منين لما ننزل تحت. تمام. الفورس بيقول لك القانون بيقول لك ده بيكوال اف دي في كوزاين الثيتا. طيب ايه الثيتا دي؟ عايز نعرف الثيتا ديت الانجل اللي ما بين الفورس والديسبيسمنت. انت مش فاهم اي حاجه عادي، ما تقلقش خالص. اما ننزل تحت هتفهم. مش فاهم اي حاجه لو انت ما بداتش عادي، ما تقلقش. اما ننزل تحت هتفهم. وضحت تاني. الفورس بيقول لك ايه: الاف هي الاكتنج فورس اون ذا بادي، الفورس اللي الشخص بيبذلها. والدي الديسبيسمنت، يعني انت عملت فورس عشان تحرك جسم، الدي ديسبيسمنت المسافه اللي الجسم ده اتحركها. والثيتا الانجل اللي ما بين الفورس والديسبيسمنت. ما تقلقش لو انت مش فاهم هنوضح تحت. تمام. يبقى القانون يحفظه اف دي كوزاين ثيتا بس. والميجرنج بتاع اليونتس بتاعت الورك، الموضوع بسيط جدا، ولكن بس عشان الوقت هو يعني ممكن تلقي نظر عليه: كيلو جرام في الماس بر سكند سكوير، نيوتن في المتر، وجول. انا بس عشان عايز احاول اخلص المراجعه دي في ساعه ساعه ونص، مفيش وقت نثبت. تمام. كان موضوع بسيط. وطبعا الدايمنشن فورميولا ام ال سكوير تي سكوير. طيب ممكن نثبت دي على السريع. ام ال سكوير تي سكوير جت منين؟ احنا عندنا في دايمنشن فورميولا الكيلو جرام، او خلينا نكتبها دي بالشكل الطبيعي بتاعنا. هي كيلو جرام في ماس سكوير على سكند سكوير. ثانية واحدة بس عايز اتأكد من حاجة في الشيت ده. ماشي تمام. كيلو جرام في ماس سكوير على السكند سكوير. طيب الكيلو جرام كنا بنرمز لها، هو ماس فبنرمز لها بالرمز ام.
الكيلو جرام في المتر سكوير على السكند سكوير. المتر سكوير بنرمز لها بالرمز ال سكوير. السكند هي على السكند تايم فبنرمز لها بالتي تي سكوير. طيب الام مضروبه في ال سكوير، التي ديت معمولها ديفايد، التي تي دي موجوده تحت فلما نطلعها فوق تطلع بعكس الاشاره، تي باور نيجاتيف 2 ام ال سكوير تي باور نيجاتيف 2. لو عايز تثبت دي عادي الفرصه تقول ماس في الاكسلريشن وتضرب في الديسبيسمنت، يعني هتيجي معاك في الاخر يعني. تمام، في كذا طريقه ولكن احنا يعني مش عايزين نضيع وقت. تمام. دلوقتي هنبدا نتكلم عن حاجه اسمها the effect of angle on work. طب اي انجل؟ احنا قلنا القانون بيقول لك اف دي كوزاين ثيتا، يبقى احنا هنتكلم عن الثيتا دي. الثيتا دي قال لك الانجل اللي ما بين الفورس والديسبيسمنت. انت مش فاهم اي حاجه، تعال نوضح. دلوقتي احنا عندنا الشخص ده اهو، الشخص ده بيشد شنطه السفر دي لفوق كده، يبقى الفورس لفوق، ما هو بيشدها لفوق في اتجاه ايده كده. الشنطه بتشدها لفوق، هل الشنطه بتقوم طالعه معاه كده؟ لا طبعا الشنطه ما بتطلعش معاه، الشنطه بتتحرك قدام. ما دام الشنطه بتتحرك قدام يبقى الديسبيسمنت بتاعها لقدام. يبقى الثيتا الانجل اللي ما بين الفورس والديسبيسمنت، الثيتا الانجل اللي ما بين الفورس والديسبيسمنت. تمام. هو ده القانون. ساعتها القانون هنا بيكون اف في الدي كوزاين الثيتا. طيب انت هتقولي انت كاتب دلوقتي هنا القانون بيساوي دبليو ايكوال اف دي، اللي هو الورك بيساوي اف دي. طب ازاي؟ هقول لك بكل بساطه، احنا ممكن نكتب كوزاين ثيتا هنا اهو عادي. طيب دلوقتي الفورس هما الاثنين بيزقوا في الاتجاه ده فمعناه الفورس كده. طيب ما هو منطقي الصندوق هيتحرك في الاتجاه ده، ما دام الفورس والديسبيسمنت في نفس الدايركشن يبقى الانجل ما بينهم زيرو. اقول لك كوزاين زيرو. عاش. طيب تعالى كده نحسب بالكالكوليتر كوزاين زيرو. ثانيه واحده. كوزاين زيرو لقينا ب1. طيب ما هي اكنها اف في دي في 1، هي اف دي، ومكتوب لك ان هو ماكسيمم بوزيتيف فاليو لما يكون الفورس والديسبيسمنت في نفس الدايركشن، ماكسيمم بوزيتيف فاليو. ده منطقي. تمام. انا كان في لو في وقت ممكن اشرح الفاريشن بتاع الثيتا مع الكوساين عشان تفهم الموضوع بشكل اكتر، ولكن مش مستاهل بس منع لتضييع الوقت. تمام. بيقول لك لما الثيتا تكون ب 90، يعني ايه الثيتا تكون ب 90؟ الانجل اللي ما بين الفورس والديسبيسمنت ب 90 بيكون الورك ايكوال زيرو. طيب تعالى نعرف ليه. اهو بيقول لك ات يونيفورم سيركلر موشن ايكوال ورك ايكوال زيرو. ده اكزامبل يعني، ما علينا. اهو الواد دوت شايل الجردل اللي فوق كده اهو، شايل طبق الميه دوت لفوق، الجردل ده هو شايله لفوق، ولكن الواد احنا شايفين من رجله انه ماشي لقدام فمعناه الديسبيسمنت لقدام. يبقى الانجل ما بين الفورس والديسبيسمنت ب 90 ديجري، زاويه 90، اذا الورك ايكوال زيرو. طب هتقول لي منين؟ هقول لك الورك ايكوال اف في دي في كوزاين الثيتا. الثيتا دلوقتي الانجل ما بين الفورس والديسبيسمنت ايكوال 90. طب ما تيجي كده بالكالكوليتر زي ما كنا شغالين. ثانيه واحده نشوف كوزاين 90. كوزاين 90 ايكوال زيرو. خلاص اكنها اف في الدي ملتبلاي باي زيرو، واف في الدي او اي حاجه ملتبلاي زيرو، فاكيد هتطلع في الاخر زيرو. تمام. طيب لو الانجل كانت ما بين ال 90 و 180، الانجل اوبتيوس يعني اهو بيقول ورك دان باي فريك. ماشي ده اكزامبل، ما علينا. اهوت الانجل هو الواد اللي هيتزحلق من على الجبل دوت اهو بيشد الفورس لفوق اهو، والجسم ماشي لتحت، الزاويه ما بينهم اوبتيوس، فالقانون بيكون اف دي كوزاين ثيتا. طبعا بتطلع بالنيجاتيف. تمام. ليه بالنيجاتيف؟ لان كوزاين اي حاجه، ركزوا في الحته دي، فوق ال 90 لحد ال 180 بيكون نيجاتيف. كوزاين 90 بيكون بزيرو. اي حاجه فوق ال 90 مثلا، تعال نجرب كده كوزاين 91 اهو نيجاتيف. اي حاجه فوق ال 90 120 نيجاتيف. تمام نيجاتيف وتمام كلام مفهوم يعني. هنا بقى بيقول لك لما يكون الاثنين في عكس الاتجاه الورك بيكون نيجاتيف اف دي. طب هتقول لي جت منين؟ هقول لك بسيطه، مش المفروض الورك ايكوال اف في دي في كوزاين الثيتا؟ دلوقتي ده بالظبط لما بنفرمل العربيه بتحاول يعني الفورس بيكون عكس اتجاه الديسبيسمنت. انت فاهمني؟ على سبيل المثال العربيه بتكون ماشيه لقدام والفورس اللي انت بتعملها عشان تبريك بتكون لورا. تمام. فالاثنين بيكونوا 180 زاويه 180 ما بين بعض 180. فكوزاين 180 ايكوال نيجاتيف 1. خلاص احنا ممكن نشيل كوزاين 180 دي ونكتب نيجاتيف 1. اف في الدي في ثانيه واحده، اف في الدي في نيجاتيف 1 ايكوال نيجاتيف اف دي، او زي ما انا كاتب نيجاتيف اف دي. طبعا في حاجه احنا عايزين نوضحها. بيقول لك والحته دي مهمه جدا دلوقتي، بيقول لك انت لو عايز تحسب ورك لحاجه معينه، انت دلوقتي مثلا بتزق عربيه، العربيه ديت مثلا ماشيه، انت بتزق عربيه في مول او في اي حته، العربيه دي مثلا الفورس اللي انت بتبذلها عليها عشان تمشي 70، ولكن قال لك في الارض بتعمل فريكشن فورس ب10.
يعني الارض بترد عليك ب10، يبقى انت التوتال اللي انت ماشي بيه بيكون 60. انت بتنقص الفريكشن، انت عايز تشوف الشغال بالعربيه الفعلي. فبيقول لك الاف موفينج او التوتال بيساوي الانجن ده لو العربيه بقى عربيه كانت شغاله حقيقيه، الموتور بتاع العربيه ماينس مثلا الفريكشن بتاع الطريق بتاع الشارع اللي هو الاكتنج ماينس الفريكشن. الفريكشن هي اللي انت بتشيلها من الاخر، وطبعا مكتوب لك دي اللي بنعوض بيها، يعني انت بتعوض بالاكشوال فورس او الفورس اللي انت ماشي بيها فعليا. تمام تمام. مش لو جالك يا صديق الحاجتين سيم دايركشن اهو، سيم دايركشن سيم دايركشن اهو، يعني اهو بيقول لك دبليو ايكوال اف دي. وبرضه انا ماشي، خلينا نشرح دي الاول. دبليو ايكوال اف دي، ما ده قانون السيم دايركشن، ما السيم دايركشن يعني ثيتا ايكوال زيرو، يعني مش لازم نعمل كوزاين زيرو اللي يطلع ب1، فدبليو ايكوال اف دي على طول. طيب احنا لو جالك جراف ما بين الاف والدي، احنا عندنا في القانون الدبليو ايكوال اف دي ملتبلاي بعد اهو، فمادام هم جولك على الجراف ويبقى انت تعرف معلومه على طول كده ان الاريا اندر ذا كيرف، اريا اندر ذا كيرف هي الورك. يبقى جالك جراف بين الاف والدي او بيقول اف دي وقال لك ان هما سيم دايركشن، سيم دايركشن، يبقى الاريا اندر ذا كيرف از ورك. تمام، هما ملتبلاي بعض في القانون اهو اصلا. تمام تمام. برضه في معلومه تعرفها ان لو الثيتا ب 180 يبقى هي ماكسيمم نيجاتيف فاليو، ولو الثيتا ايكوال زيرو يبقى ماكسيمم بوزيتيف فاليو اوف ورك. تمام تمام. دلوقتي هنخش نحل سؤالين 3 من التقييمات على الورك ونكون انتهينا من موضوع الورك. يلا بينا. تمام، السؤال الاولاني بيقول لك ايه the figure represents the graphical relationship between the work done and the applied force in the direction of displacement. قال لك ان ماشي علاقه ما بين الورك والفورس والاثنين in the direction، والفورس في direction displacement، طالما الاثنين في نفس الدايركشن يبقى W equal F دي على طول. هتقول لي ليه؟ ما هقول لك في نفس الدايركشن يبقى هما كوزين ما بينهم كوزين زيرو، كوزين زيرو ب1، فمش لازم نكتب 1. ثانيه واحده عشان ما لا ايه اللي انا عملته ده، ثانية واحدة اهو ايه دبليو ايكوال اف دي. تمام، واحنا ماشي هو عايز السلوب. تمام، السلوب بيساوي الواي اكسس على الاكس اكسس، السلوب بيساوي دبليو على الاف. لو جبنا الاف الناحية التانية هنا بالديفايدد هيبقى لنا دي، يبقى دبليو على الاف ايكوال دي، يبقى الاجابة كود ديسبيسمنت اوف ذا بادي. طيب انا هحاول ابسطها اكتر عشان في ناس ما لقطتش. ثانية واحدة بس نختار دي، displacement of the body W على الاف هيدينا دي. تمام. طيب تعالوا نقولها بطريقة تانية، W equal اف دي. تعال نجيب السلوب. السلوب بنقسم الدبليو على نقسم الدبليو على الاف، خلاص هنقسم هنا على الاف وهنقسم هنا على الاف. ما احنا لو قسمنا في حته على الاف، لو قسمنا في حته على حاجه عشان المعادله تفضل متحققه نقسم في الناحيه التانية على نفس الحاجه. منطقي. ماشي. هو ايه الايكوال اللي انا عملتها هنا دي؟ ثانيه واحده، اعتذر اهو دبليو على الاف بتساوي هنا دبليو برضو هنقسم على الاف. تمام تمام. خلاص الاف هنا تروح مع الاف هنا يبقى الدبليو على الاف يبقى لك دي بسيطه. تمام تمام. انت فاهم يا صديق؟ الاف دي راحت مع الاف دي خلاص ديفايد، يبقى دبليو على الاف ايكوال دي، واحنا اصلا دي اللي ديسبيسمنت اخترناها. تمام. عندك شويه كلام كتير وبيقول لك ماشي انا هلخص لك. يعني هنا بيقول لك ايه الثيتا هنا المفروض تبقى بكام في النقطه بي. طيب ما احنا لو جينا عند النقطه بي كده هنلاقي ده الخط بتاع الورك، فلو جينا نشوف الثيتا بتقابل كام عند خط الورك لانها بتساوي زيرو، فمعناها الورك عند النقطه بي، عند النقطه بي بيساوي زيرو. مش احنا قايلين لما الورك بيكون زيرو يبقى الثيتا اللي هي الانجل اللي ما بين الفورس والديسبيسمنت بيكون 90، يبقى الاجابه 90. هو مديك ارقام يلخبطك. تمام تمام. كل ده ملوش اي 60 لازمه. الورك بيكون بيساوي زيرو لما الثيتا بتكون ب 90 ديجري، زي المثال الواد اللي كان شايل جردل الميه وماشي. ودوت الطريق السؤال اللي بيتحل بالاري اندر ذا كيرف. بيقول لك the adjacent graph shows a relationship between the horizontal force acting and the horizontal displacement. طيب دلوقتي انت قلت لي ان لازم الاثنين يكونوا في نفس الدايركشن عشان القانون يبقى W equal F D، نقدر نطبقه في اري اندر ذا كيرف نضرب الاف في دي، ولكن هنا ما قاليش ان هما in the same direction. انا اسف لو بتكلم بسرعه، انا بحاول الخص بس على السريع. تمام، ما قاليش انه same direction، لا قال انه قال لك between horizontal force، يعني الفورس horizontal. قال لك acting on the body and the horizontal displacement، يعني الفورس horizontal والديسبيسمنت horizontal، يبقى خلاص هما في نفس الدايركشن، يبقى القانون W equal F D، لان في نفس الدايركشن يبقى theta equal 0 كوزين 0 equal 1، يبقى W equal F D على طول. تمام تمام. الجراف ماشي حلو الكلام. ماشي، انت عندك الجراف اصلا هما الاتنين حاجتين يضربوا في بعض اهوت، يبقى 8 multiply 5 هيديك الورك، يبقى الورك بيساوي 8 multiply 5 هيديك 40. انت ضربت يبقى النيوتن في المتر، هو كده كده وحدة الورك مش مستاهله، يبقى 40 نيوتن بير متر. 40 بس مفيش نيوتن بير متر، ما هي نيوتن بير متر هي الجول، هي كيلو جرام في الماس سكوير على سكند سكوير. تمام تمام. السؤال ده حلو وبيلخبط الكثيرين، في مدرسين كتير ممكن يكونوا غلطوا فيه.
ولكن مش عشان تحل سؤال زي كده او تغلط فيه ان انت شخص فاهم او شخص عبقري او اي حاجه. هو مجرد ان انت تكون عارف الفكره تحل. يعني في اسئله، يعني في مدرس يطلع يقول لك، مدرسين كتير غلطوا في السؤال ده. وعلى العلم برضه انا عايز اوضح حاجه، انا مش مدرس يا جماعه. انا الفيديوهات اللي بعملها دي بس عشان انا بحب الفيزيكس وبحب ان انا اشرح، فبعمل الفيديوهات تمام، وبتاكد من اي حاجه قبل ما اقولها عامه. تمام. ولكن سؤال زي كده ممكن شخص ما عندوش المعلومه يغلط فيها. انا ما عنديش المعلومه غلط فيها، انا عرفت المعلومه خلاص اعرف احل السؤال لأنه سؤال سهل جدا. تمام. يقول لك in the shown figure the work done by the force exerted by the person to lift a load upward using a pulley S. تمام. بيقول لك يا صديق ان الفورس الابلايد عشان تلفت معناها ان الديسبيسمنت لفوق، البتاع ده هيتحرك لفوق. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف الورك. يبقى الورك بيقول لك بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا ايكوال زيرو ولا ماشي، عامه دي غلط مالهاش علاقه بالويت. احنا دلوقتي عايزين نعرف الورك هيكون ايه في دول. طبعا الورك معتمد على الثيتا اللي ما بين الفورس والديسبيسمنت. ما احنا قلنا الديسبيسمنت لفوق، واحد هيقوم قايل لي الشخص هو عامل الفورس كده هو بيشد كده يبقى هي 90 ويروح يختار ايكوال تو زيرو عشان كوزين سي 90 ايكوال زيرو ويعوض في القانون، فده غلط تماما. ده يتحل ازاي؟ انت عندك دي اسمها مساله البولي. ايه هي مساله البولي ده؟ او بيقول لك بولي. البولي ديت بتنقل الفورس. يعني مثلا الواد ده هو بيشد الفورس في الاتجاه ده، يقوم البولي مرجع الفورس وخلاها في الاتجاه ده بحيث تكون على نفس الخط. اذا الوقت الفورس بقت في نفس اتجاه الديسبيسمنت الليفتنج بتاع الحاجه، يبقى خلاص هي بوزيتيف ورك. تمام. السؤال البولي ده بيلخبط جدا، فخليكم مركزين معاه وحاولوا تذاكروا فكرته. وبس كده نكون انتهينا من الجزء الخاص بالورك، وخلينا ندخل على الجزء بتاع الانرجي. كده نشوف الديفاين على السريع. بالانرجي it is defined as the capacity or ability to do work، القدرة اللي انت تعمل شغل معين. طبعا بيقولك الانرجي سكيلر فيزيكال كوانتيتي، وقلنا يعني ايه سكيلر؟ يعني ملهاش دايركشن. تمام. ماجنتيود اونلي. تمام. الميجرنج يونتس بتاعت الانرجي هي الورك، كيلو جرام في الماس سكوير على سكند سكوير او نيوتن في المتر او جول. يبقى مادام نفس الميجرنج يونت يبقى نفس الدايمنشنال فورميولا ام ال سكوير تي نيجاتيف 2 تي باور نيجاتيف 2 يعني. تمام. مش محتاجين نثبت الميجرنج يونتس جم منين او كده يعني. مش علينا يا جماعه الموضوع ده. ممكن نثبت بشكل سريع كده، ولكن في حاجه انا عايز اوضحها. ماشي. مثلا على سبيل المثال، او هوضح النقطه اللي انا عايز اقولها دي تحت بتاعت ان احنا نحفظ حاجه زي دي ولا نحلل كل مره جت منه كده. خليها تحت. تمام. في بدايه الدرس بتاع الانرجي عندنا نوعين الانرجي. نوع كاينيتيك انرجي اللي هو الجسم هو اوريدي بيتحرك، الشخص بيجري، السياره ماشيه، او الكرات دي عماله تخبط في بعضها تروح كده وكده. تمام. تاني حاجه بوتنشال انرجي بيسموها الطاقه المتخزنه، الطاقه المختزنه في الجسم. على سبيل المثال عندنا سبرينج ده اللي هو السوسته دي. الشخص دايس بصبعه من فوق وبصبعه من تحت، فبص يا صديق كده هي لما دخلها في بعضها كده خزنت طاقة بوتنشال انرجي. السهم اما انت بتشده لورا كده قبل مرحلة الاطلاق وانت لسه بتشد، والنبلة برضو اهوت. يعني النبلة معرفش بصراحة اسمها بالانجليزي ايه. انت بتشد كده الطوبة وتقوم حادفها، انت بتشد كده بتخزن بوتنشال انرجي. تمام. الوقت بدأ يتكلم عن الكاينيتيك انرجي، بيقول the energy an object possesses due to its motion، نتيجة الموشن. تمام. في حاجة عايزين نوضحها، مثلا الكاينيتيك انرجي equal half mv سكوير. هل منطقي انا اعرف القانون ده جه منين؟ لا. منهج الثانوي العام او المنهج التاني ثانوي مش مطلوب منك تثبت قوانين زي كده ابدا. دي موجودة في المناهج الفيزياء المتقدمة مثلا. او لو انت ممكن تثبتها عن طريق الداينامكس. الموضوع بسيط على فكرة. قانون kinetic energy بيتثبت بسهولة عن طريق kinematics equation، ولكن مش محتاجين نعمل كده. kinematics equation دي اللي احنا خدناهم في الداينامكس، بس احنا مش محتاجين نعمل حاجة زي كده. تمام. فاحنا نحفظ القانون بسيط، يعني kinetic energy equal half mv square. طيب يعني الدلتا kinetic energy معناها السرعة اتغيرت، فهناخد السرعة النهائية v final square minus v initial square، يبقى half m افتح قوس v final square minus v initial square. تمام. طبعا احنا في حاجة تحت عايزين نوضحها وهنثبتها كمان شوية، او مش هنثبتها. هندي مثال عليها. الورك بيساوي دلتا كاينيتيك انرجي والورك بيساوي دلتا بوتنشال انرجي. تمام. فاحنا ممكن نقول الاف في الدي مثلا ايكوال هاف ام في سكوير. تمام. عشان بس تبقى فاهم ان انت ممكن تعوض بالورك او البوتنشال انرجي عادي. طيب دلوقتي في حاجتين هنا هم هيسهلوا عليك الدنيا، ولكن هم ما تحفظهمش. يعني انت مش محتاج تحفظهم، لكن لو حفظتهم هتحل الاسئله بسرعه كبيره جدا، وفي المسائل المعقده ممكن يفرقوا معاك. بيقولك الفيلوسيتي بيساوي 2 كاينيتيك انرجي على الماس. الفيلوسيتي بيساوي 2 كاينيتيك
لا ثانية، الفيلوسيتي بيساوي روت 2 كاينيتيك انرجي على الماس. الفيلوسيتي بيساوي 2 كاينيتيك انرجي على المومنتم. البي ال دي اللي هي اللينير مومنتم. تمام. طيب تعالوا نشوف الاتنين دول، الاتنين فورميولا دول جم منين. تمام. خلينا كده نروح نفتح البورد. بيقولك الفيلوسيتي بيساوي روت 2 كاينيتيك انرجي على الام. طيب اما تيجي نشوف، عندك في البداية كاينيتيك انرجي بيساوي هاف ام في سكوير. تمام. اللي هو بيقولك الفيلوسيتي بيساوي روت 2 كاينيتيك انرجي على الام. طيب ما تيجي ناخد روت كده. قالك ايه؟ 2 كاينيتيك انرجي يبقى 2، لا ثانية واحدة، يبقى 2 مضروب في الكاينيتيك انرجي. كاينيتيك انرجي هاف ام في سكوير. القانون بيقولك 2 كاينيتيك انرجي على الام، يبقى عندنا هنا ام اللي هي بتساوي، ناخد الروت تاني. عندك 2 ملتبلاي هاف، هيروح مع بعض بون، بقالك ام في سكوير على الام. عندك الام يا صديقي هتروح مع الام، بقالك اللي هي بتساوي روت في سكوير. روت في سكوير اللي هي بيساوي ايكوال في، يبقى الفيلوسيتي بيساوي روت 2 كاينيتيك انرجي على الام. طيب القانون التاني كان بيقولك ايه؟ الفيلوسيتي بيساوي 2 كاينيتيك انرجي على المومنتم. المومنتم ده احنا خدناه الترم اللي فات. طيب المومنتم دوت المومنتم دوت الفورميولا بتاعته ايه، او القانون بتاعه؟ الماس في الفيلوسيتي. ماس في الفيلوسيتي. طيب الكاينيتيك انرجي بيقولك 2 كاينيتيك انرجي على المومنتم. طيب 2 كاينيتيك انرجي، 2 في هاف ام في سكوير. الفي سكوير دي احنا ممكن نخليها في ملتبلاي في، مفيش مشكلة يعني، على الام في الفي. عندك الاتنين ملتبلاي هاف دي بون، ام مع ام في مع في، يبقى لك فوق واحدة في، يبقى لك فوق واحدة في. ويبقى كده اثبتنا ان الفيلوسيتي بيساوي 2 كاينيتيك انرجي على مومنتم. تمام. بي ال اللي هي اللينير مومنتم. تمام. كده احنا القوانين ديت لو انت حفظتها تبقى معلم، وغالبا مفيش يعني حاجة في الرسالة تقف معاك لو انت كنت فاهم ودماغك شغالة. تمام. البوتنشال انرجي بيقولك بيساوي ماس في جرافيتي في الهايت، ام ماس الجي جرافيتي الاتش هايت. تمام. طيب في حاجة مهمة جدا واحنا دلوقتي هنروح نوضحها. بيقولك الورك ايكوال دلتا كاينيتيك انرجي، الورك ايكوال دلتا بوتنشال انرجي، واحنا دلوقتي هنروح نوضحها على الاكزامبل او على المثال بتاع الورك ايكوال دلتا بوتنشال انرجي. تمام. تعالوا كده لا وخلينا نفتح ماشي سبورة تانية. على سبيل المثال احنا عندنا كورة. الكورة ديت مثلا ثانية، عندنا كورة، الكورة ديت مثلا وزنها 2 كيلو جرام. تمام. وعلى سبيل المثال نقول الجرافيتي ايكوال 10 متر بير سكند سكوير مثلا. في مشكلة؟ مفيش ادنى مشكلة. في حاجة عايزين نوضحها، بس اصغر بس الحجم شوية عشان هو كبير بيتهيألي. تمام. في حاجة انا عايز اوضحها، احنا قلنا الورك equal delta potential energy. تعالوا بقى نفهم حاجة. على سبيل المثال لو كان عندنا مرتفعات، مثلا نحاول نرسم جبل كده. تمام. لا ده اللي انا رسمه ده، ما علينا، هي الرسمة برضو مش دقيقة اوي، بس تمام. نعتبر ده مثلا الهايت 100 متر، وهنا الهايت مثلا 50 متر، وهنا مثلا الهايت هنا تحت بيكون بزيرو. تمام. طيب يا صديقي، على سبيل المثال لو جبنا الكرة دي كده، او ثانية عشان عايزين يبقى اللون مختلف. طيب لو جبنا الكرة ديت
وحطيناها هنا، وجبنا نفس الكورة وحطيناها هنا. تمام تمام. قالك انت رفعت الكورة، يبقى بص كده يا صديقي، دي عندك الحالة الأولى ودي عندك الحالة التانية. تمام تمام. وقالك find work، أو مثلا ايه find work. مش احنا قايلين ان work بيساوي دلتا potential energy، صح؟ يعني ايه؟ يعني اللي احنا هنجيب الدلتا potential energy معناها potential energy النهائية أو final minus potential energy initial اللي انت بدأت بيها. يعني ايه برضو؟ يعني هي الكرة كانت هنا وانت رفعتها هنا وانت رفعتها هنا. طيب هنجيب البوتنشال انرجي فاينل منين؟ الماس في الجرافيتي في الهايت. احنا قايلين ماس الكرة كام؟ 2، يبقى 2 في الجرافيتي احنا قايلين 200 في الهايت كله بكام؟ 100. كده نكون جبنا اسمه ايه، جبنا البوتنشال انرجي النهائي. احنا عايزين نجيب البوتنشال انرجي في البداية. 2 في 10 في الهايت هنا كان بكام؟ في 50. وخلينا نجيب الكالكوليتر. بسم الله. 2 في 10 في 100 هيطلع لنا، ماشي ثانية واحدة عشان نشتغل كل مرة، ماينس 2 في 10 في 50. هتلاقيها طلعت لنا 1000. يبقى الورك بيساوي ايكوال 1000 كيلو جرام في الماس سكوير، كيلو جرام في الماس سكوير على سكند سكوير، او جول في او جول او نيوتن في المتر. اهو انا كاتبهم هنا، كيلو جرام في الماس سكوير على سكند سكوير، نيوتن في المتر او جول. تمام تمام. دي حاجة مهمة احنا عايزين نوضحها. طيب في حاجة بقى دلوقتي تانية احنا هنوضحها في السؤال الجاي. تمام تمام. بس العلم ان الكرة هنا لما بدأناها الكرة كانت هنا واحنا رفعناها هنا، الكرة كانت في ارتفاع 50. تمام تمام. طيب تعالوا بقى نشوف حاجة كده ونعمل لها تحليل. ثانية واحدة اللي كانت عندي هنا، ماشي تمام. تمام. الصورة دي الصورة ديت احنا عايزين نوضح فيها حاجة مهمة جدا، فكرة من اللي احنا لسه عارضينها. تمام تمام. تمام كده كويس. نخلي بقى ده حاجة غامقة. تمام اسود. طيب بص هنا بقى، قالك الورك في الثلاث حاجات. السؤال بيقولك ايه؟ بيقولك الكرة كانت عند الجراوند ستيت، يعني الكرة كانت تحت هنا، الكرة كانت تحت. ركز. I can follow to reach a certain height along which path the work done by. على انهي باس الورك عشان نرفع الكورة هيكون اعلى. طيب ما تيجي يا صديقي نفترض وزن للكورة، انت التلاتة بترفعهم من نفس النقطة اهو. تركز. طيب انا والله يعني ماشي، بس خلاص خلينا نحلها كده. ماشي. الكورة نعتبرها مثلا 2 كيلو جرام. لعلم السؤال ده فكرته ابسط من كده بكتير ويتشرح في ثانيتين، بس انا عايز اوضحه بالتفصيل. تمام تمام. عندنا الجرافيتي مثلا ايكوال 10 متر بير سكند سكوير. تمام. في الحالة الأولى مش الورك بيساوي البوتنشال انرجي النهائية اللي احنا هو الكرة انت بترفعها، يبقى انت بترفعها من على الأرض، يبقى دي البدائية دي. يبقى هنا البوتنشال انرجي الأولى وهنا البوتنشال انرجي التانية، هنا البوتنشال انرجي الأولى هنا التانية، هنا البوتنشال انرجي الأولى هنا التانية. طيب تعال نشتغل على الشكل ايه. الورك بيساوي دلتا بوتنشال انرجي اللي هو بوتنشال انرجي الفاينل ماينس الانيشال. طب ما تيجي نجيب الفاينل. الفاينل بيساوي ام في الجي في الاتش، الماس ب2 في الجرافيتي ب10 في الاتش ب3. طيب تمام. ماينس الانيشال الماس ب2 الجرافيتي ب10 الاتش. طيب الاتش ايه؟ هي الكرة في البداية الهايت بيكون ب0. خلاص يبقى السايد ده كله راح. 2 في 10 في 0 كل ده راح. يبقى عامة الورك بيساوي 2 في 10 في 3. 2 في 10 ب20. 3 في 20 ب60. الورك 60 جول مثلا. تمام تمام. طيب ما تيجي نجيب الورك في الحالة التانية، فيجر بي مثلا اهو. الورك بيساوي نفس الفكرة برضو.
البوتنشال انرجي في النهايه ماينس البوتنشال انرجي في البدايه. البوتنشال انرجي في النهايه بيساوي الماس في 2 في الجرافيتي ب10. طيب الهايت هل يا صديقي انت هتقول لي الهايت 5 متر؟ تبلع كده وتنقص السؤال. انت بتاخد الفيرتيكال هايت في اتجاه الجرافيتي. يعني ايه؟ هو هنا رسم لك في الخط دوت ان التلاتة في نفس مستوى الارتفاع. يعني ايه في نفس مستوى الارتفاع؟ يعني برضو ده 3 متر اهو. يبقى انت هنا هتعوض برضو ب3 ماس في الجرافيتي بهايت. تمام تمام. ماينس انت عايز تجيب برضو البوتنشال انرجي تحت في الحالة الاولى اللي هو الماس ب2 في جي. طيب في الحالة الأولى الهايت برضو كان بزيرو، هنا كان على الأرض، فخلاص في زيرو يبقى السايد ده كله أيضا راح. يبقى الإجابة هتكون 2 في 10 في 3 أورزو برضو ب60 جول. طيب تعال نشوف الحالة سي. الورك بيساوي الماس 2 في الجرافيتي 10 في الهايت برضو الفيرتيكال هايت 3 متر ماينس في الحالة الأولى هتلاقي برضو تحت الاتش بزيرو، فهتروح هي هتطلع لك برضو ب60 جول. يبقى التلات حالات زي بعض، انت بيقولك اكتب السبب، انت هتقوله الورك بيساوي الدلتا بوتنشال، لا مش بيساوي الدلتا بوتنشال انرجي. لو انت عايز تكتب اثبات بقى ودنيا ماشي مفيش مشكلة. ونبقى كده احنا انتهينا من الجزء بتاع الانرجي، وخلينا ندخل على اللو اوف كونزرفيشن اوف انرجي. وخلينا ناخد كام سؤال على الدرس بتاع الانرجي. تمام. بيقول لنا في البداية the figure shows a top view of magnitude and direction of four forces acting on a body. من الآخر في 4 فورسات بيأثروا على جسم. ماشي. عايز ال kinetic energy of the body while it spreads through. بيقولك change in kinetic energy. خلي بالك دي تفرق. احنا قايلين عندنا في القوانين فين اهي اللي change in kinetic energy فين اللي بيساوي الورك. يعني لو قالك دلتا كاينيتيك انرجي او دلتا بوتنشال انرجي هو الورك. تمام. دلوقتي احنا محتاجين الورك. اول حاجه احنا عندنا دلوقتي لو عندنا فورسين تو فورسز قد بعض واوبوزيت ان دايركشن قد بعض وعكس بعض يروحوا مع بعض، فخلاص دول يروحوا مع بعض. طيب احنا عندنا فورس بتشد هنا 7 وفورس بتشد هنا 1. يبقى احنا عارفين ان الجسم هيمشي هنا كده كده في الاتجاه ده، ولكن هيمشي بقدرة 6 نيوتن. هنعمل 7 ماينس 1. تمام عشان يعني كأنك مثلا بتشد بقوة 5 وصاحبك بيشد بقوة 1، انت كده كده هتشد، ولكن هتشد بقوة 4 عشان هو برضو عامل مقاومة. تمام. يبقى عندك الفورس اكتنج بتكون ب 6 نيوتن. تمام. قالك ايه؟ قالك the change in the kinetic energy. ماشي. change in kinetic energy احنا ليه ال change in kinetic energy بيساوي الورك، والورك بيساوي الفورس في الديسبيسمنت. تمام. هو كده كده الديسبيسمنت برضه يكون في نفس اتجاه الفورس، فايه اللي انا كتبته ده ورك يا جماعه. تمام. دلتا كينيتيك انرجي بيساوي ورك. عندك قالك الديسبيسد 4 متر، يبقى ماشي نكتب الفورس في الديسبيسمنت. قالك الفورس كام؟ قالك الفورس النهائيه 6 نيوتن ملتبلاي الدي، او خلينا نكتب 6 نيوتن ملتبلاي ديسبيسمنت 4 متر اللي هي في اخر 4 ملتبلاي 6 يبقى 24 جول 24 نيوتن في المتر. تمام. اي حاجه يبقى الاجابه هتكون 24 جول. تمام. خلينا نشوف السؤال التاني. بيقولك the opposite graph shows the relationship between the kinetic energy of the body of a mass m. عنده mass m and the square of the speed. وعندك ال kinetic energy versus ال velocity square. تمام. عايز الماس بتاع البادي. ماشي كويس. same scale. تمام. دلوقتي احنا عارفين اي جراف في البدايه بيقول لك هات السلوب بيساوي الواي اكسس على الاكس اكسس او تان الستريت لاين في البوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس. تمام. فالسلوب يعني بيساوي الواي اكسس على الاكس اكسس اللي هو كاينيتيك انرجي، هو ده الواي اكسس اهو، على اكس اكسس اللي هو الفي سكوير، ونفسه السلوب بيساوي تان الزاويه اللي عامله اللي في البوزيتيف دايركشن مع الاكس اكسس اللي هي تان 45. تمام. تعال نكمل. kinetic energy بيساوي half mass في الفيلوسيتي سكوير ماس في سكوير عادي، هي بس فكنا اللي فوق دي على تحت الفي سكوير equal tan 45 بالكالكوليتر هيطلع لك بون. تمام. عندك الفي سكوير هتروح مع الفي سكوير، يبقى عندك half m
يبقى هاف ام ايكوال 1. هتضرب في 2 عشان الهاف ده يروح، عايزين نجيب الام، يبقى الام ايكوال 2. تمام تمام. هاف ام ايكوال 1 يعني نص الاكس بواحد، يبقى الاكس كلها بكام؟ باتنين. مش سهلة يعني. تمام تمام. يبقى الماس ب2 كيلو جرام، 2 كيلو جرام، يبقى اذا الاجابة هتكون سي. خلينا نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول لك when a spring is compressed، لما ضغطنا على السبرينج the energy it possesses is الطاقة هي عامة potential energy، خلاص هي الطاقة المختزنة. السؤال ده محروق يعني. تمام. بس هنا السؤال بيقول لك ايه the slope of the straight line in the opposite graph represent، عايزين السلوب. احنا قلنا السلوب بيساوي الواي اكسس على الاكس اكسس. السلوب بيساوي potential energy، ثانية واحدة، السلوب بيساوي potential energy على الهايت. potential energy بيساوي ام في الجي في الاتش على الهايت. تمام. عندك الاتش ده هتروح مع الاتش دي، يبقى السلوب بيساوي ام في الجي. الماس في الجرافيتي ده قانون الويت، يبقى السلوب بيساوي ام جي او ويت اهو زودته في ظبطي. انت عندك الويت بيساوي الماس مضروبة في الجرافيتي. تمام تمام. ماس في الجرافيتي. تمام. يلا خلينا ننتقل الى الجزء بتاع ال conservation of energy، وخلينا نبدأ في ال law of conservation of energy. تمام تمام. في البداية كده اسمها قانون بقاء الطاقة أو حفظ الطاقة. هو مبدأ فيزيائي، مبدأ في الفيزياء بينص على ايه؟ ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. يعني ايه؟ يعني الطاقة دي ما ينفعش تختفي مرة واحدة، والطاقة ديت ما ينفعش تيجي من العدم، الطاقة دي بتتحول من صورة إلى أخرى. هو القانون ده نصه. تمام تمام. زي مثلا احنا نحول الكاينيتيك انرجي لبوتنشال انرجي، او نحول الطاقة من شكل إلى آخر يعني. تمام تمام. كلها تحويلات. تمام تمام. وبرضو هو بيقولك energy cannot be created or destroyed only transformed from one form to another. وللعلم اول واحد كان صاغ العبارة ديت او صاغ الجملة ديت كان اسمه يوليوس روبرت، تقريبا كان الماني. فدي بس معلومة عامة مش عندنا اكيد، بس انا قلت اوضحها. تمام تمام. مش متأكد من معلومة انه الماني بس تقريبا يعني، بس هو كان اسمه يوليوس روبرت. تمام تمام. في البداية بيقول لك ايه الميكانيكال انرجي. يعني ايه الميكانيكال انرجي؟ هي مجموع الكاينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي في نفس النقطة. ماشي تمام كويس. تمام. دلوقتي الجرافس دي احنا ممكن نشرحها algebraically ونعرف هي جت منين عن طريق الفاريشنز ونشوف التغيرات، ولكن احنا مش محتاجين نعمل حاجة زي كده. احنا ممكن نفترض نقاط ونقعد نرسم كده، ولكن تضييع وقت. احنا نفهم فكرة الجراف بشكل منتال كده بالدماغ، تخيلي، احنا هنفهم الفكرة. تمام تمام. بيقول لك ايه. ماشي. تمام. بيقول لك ايه when object is projected vertically upward till it reach maximum height. اللي انت رميت شيء لفوق لحد ما وصل اقصى ارتفاع. تمام تمام. انت دلوقتي وانت بترمي الشيء انت بترميه باسرع قوه عندك، بترميه باقوى قوه عندك. انت بترمي لفوق، انت واقف تحت وبترمي كره لفوق. فالكره ديت اول لحظه بتنطلق فيها بتكون سرعتها عاليه جدا، والسرعه بتفضل تقل 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 لدرجه ان بيجي وقت من كتر ما السرعه قلت الكره بتقف وتقوم راجعه نازله من الهواء. الكره بتفضل طالعه 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 طالعه، وتقف لحظه وتقوم نازله 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 نازله. طبعا هي ما احنا ما بنشوفش ان هي بتقف، ولكن فاهم. ماشي انت فاهمني اكيد. فالكوره اول ما انت رميتها الكاينيتيك انرجي بيكون ماكسيمم، وبتبدا تقل 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 تقل. بوتنشال انرجي عكسها، البوتنشال انرجي الطاقه بتزيد. طب ليه بتزيد؟ ما هي الكوره وهي بتطلع الهايت بتزيد، واحنا قايلين البوتنشال انرجي الماس في الجرافيتي في الهايت، ورقم الهايت بيزيد، يبقى الملتبلاي بتاع الرقم بيزيد بيزيد بيزيد. كده كده الكاينيتيك انرجي عكس البوتنشال انرجي خلاص. دي بقى الميكانيكال انرجي. الميكانيكال انرجي ديت بيقولك ايه كونستانت. طب هي ليه كونستانت؟ عشان هي بتساوي الكينيتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي. طيب يعني على سبيل المثال لو كان لا خليها في المثال بعدين بلاش دلوقتي. ماشي. هنا بقى حاجة تخيلية بدل ما نثبتها، أنا زي ما عرفتكم هنتخيلها. انت دلوقتي وانت بترمي الكرة لفوق اهو، هنا بقى الجراف هنا كان الهايت فيرسس هايت، دلوقتي هنا ايه طيب. انت دلوقتي انت مثلا على سبيل المثال رميت الكرة لفوق. تمام تمام. الكرة بسرعتها، هل الكرة سرعتها بتقل بانتظام؟ يعني انت بتفضل ترمي الكرة، انت شايف الكرة بتقل بانتظام؟ يعني ايه بتقل بانتظام؟ انا عايز ادي مثال تاني. انت وقفت فوق سطح ورميت الكرة، هل الكرة بتفضل لحد ما تنزل تخبط على الارض نازله بنفس السرعه يونيفورم فيلوسيتي؟ اكيد لا. الكره وهي نازله بسبب عده عوامل الكره سرعتها بتبدا تزيد 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 لحد ما تخبط الارض بتكون ماكسيمم فيلوسيتي. طيب نفس الكلام وانت بتحتف الكره فوق، الكره سرعتها بتقل مع الوقت، الكينيتيك انرجي بتاعها بيقل ولكن بشكل غير منتظم. غير منتظم. تمام. انت دلوقتي وانت بترمي حاجه لفوق مش من فوق لتحت، خلي بالك.
تمام. البوتنشال انرجي طبعا عكسها، انت بترمي حاجه من فوق، من تحت لفوق، رميت الكوره من تحت لفوق وهي طالعه، البوتنشال انرجي عماله بتزيد تمام. البوتنشال انرجي طبعا عكس الكاينيتيك انرجي، فكده وكده تمام. وطبعا الميكانيكال انرجي بيكون كونستانت، والقانون ده مهم، بيقولك الدلتا بوتنشال انرجي يساوي نيجاتيف دلتا كاينيتيك انرجي. تمام. في حاجه انا عايز اوضحها. بسم الله. ماشي. بص بقى، دلوقتي احنا في حاجه عايزين نوضحها. انت عندك كوره اهي، على سبيل المثال الكوره، عشان ما بعرفش ارسم كور بس يعني شغال، او ثانيه يعني ممكن اقول لك مش مستاهل ايه ده. اهي كوره. تمام. الكوره دي انت رميتها فوق. تمام. في معلومه احنا عايزين نعرفها. طب تعالى مثلا نعتبر هنا، لا، نغير بقى اللون. نعتبر مثلا هنا الهايت 2 متر، هنا 4 متر، هنا 5 متر، هنا 6 متر، لا 4 6 بقى. تمام. 8 متر، 10 متر. تمام. في حاجة احنا عايزين نوضحها، الحاجة دي مهمة جدا. تمام. الكورة اول ما انت ضربتها او اول ما انت حدفتها من تحت، بتكون الكاينيتيك انرجي ماكسيمم. فاحنا عايزين نقول ايه؟ ان الكاينيتيك انرجي، انت اطلقت الكرة من هنا مثلا، او ثانية واحدة انا عايز اعمل حاجة احسن. نزل الكرة تحت كده، او الهايت هنا في البداية كان بزيرو. تمام. الكاينيتيك انرجي، ثانية واحدة، عند النقطة اللي انت ضربت فيها الكورة، كاينيتيك انرجي عند النقطة ديت هنسمي مثلا دي نقطة 1 2 3 4 5 6. تمام. لحد هنا مثلا الكاينيتيك انرجي عند النقطة 1، سرعة الكورة عند النقطة 1 بتساوي ايه؟ بتساوي البوتنشال انرجي عند النقطة 6. طيب هتقولي جت منين؟ هقولك. بص ركز معايا. مبدئيا كده احنا عارفين ان الميكانيكال انرجي الاي بيساوي كاينيتيك انرجي زائد بوتنشال انرجي. تمام. طيب عند النقطة 1 هنا الهايت ايكوال زيرو، معناها البوتنشال انرجي ايكوال زيرو، صح. تمام. مادام البوتنشال ايكوال زيرو يبقى عند النقطة 1، الميكانيكال انرجي عند النقطة 1، ركز، الاي كده ثابتة. فاحنا ممكن نقول ايه؟ ايكوال كاينيتيك انرجي. ليه؟ لان البوتنشال انرجي تحت اصلا ايكوال زيرو، لان الهايت بزيرو، ام في جي، الهايت ام جي اتش، الاتش بزيرو، يبقى الام جي في زيرو بزيرو، يبقى اللي هي الاي بيساوي الكاينيتيك انرجي. تمام. الاي بتساوي الكاينيتيك انرجي يعني ايه؟ مش فاهم برضو. ما بقولك الاي بتساوي الكاينيتيك انرجي عند الماكسيمم بوينت. تمام. انت فاهم حاجه اكيد يعني. طيب بص يا صديقي، نوضح بمثال تاني. مثلا احنا ممكن نقول برضو ان الاي بيساوي بوتنشال انرجي، ولكن البوتنشال انرجي فين؟ اعلى بوتنشال انرجي اللي بيكون هنا، البوتنشال انرجي عند النقطة 6. ليه عند النقطة 6؟ لان عند النقطة 6 الكاينيتيك انرجي بيكون بزيرو، فهو راح خلاص. ليه بيكون بزيرو؟ لان السرعة بتفضل تقل وانت بتحدف الكرة لحد ما توصل زيرو. حاول تتخيل الموضوع كده. تمام. انا والله يعني عشان الوقت انا كان ممكن اوفي الموضوع ده اكتر من كده، ولكن عشان الوقت فللاسف انا اتوقف لحد القدر ده ونكمل من الورق. تمام. هنا بيقول لك بقى الخلاصة في الحل. تمام. وبيقول لك هنا انت على سبيل المثال عندك الكوره ديت انت حدفتها من فوق، انت حدفت الكوره من هنا من الماكسيمم هايت اتش هنا مثلا، وهنا الهايت بزيرو، وهنا بيقول لك الدايركشن اوف موشن، يعني الكوره ماشيه كده. تمام. يبقى دام ماشيه كده يبقى سرعتها عماله تزيد، وفي البدايه سرعتها كانت بزيرو. تمام، اهو زي ما احنا كاتبين هنا. ولكن في البدايه عند الماكسيمم هايت الهايت بيكون كامل اتش، في النص بيكون اتش على 2، في الجراوند بيكون زيرو. تمام. البوتنشال انرجي فوق بتكون ام جي اتش الهايت كامل، انما في النص بتكون ام جي اتش على الاتنين. تمام. عشان الهايت بيكون اتش على الاتنين، والجراوند بيكون بزيرو. طيب الكاينيتيك في حاجه احنا عايزين نوضحها برضو. at half distance او at mid height عند الميد هايت في حاجه عايزين نعرفها، ان الكاينيتيك انرجي بتساوي البوتنشال انرجي.
تمام. عند الميد هايت هنا قالك في الماكسيمم هايت الاول الكاينيتيك انرجي بتكون بزيرو، انت لسه رامي الكرة من فوق، هي سرعتها بتزيد 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 وتحت هتكون اقصى سرعة. تمام تمام. ففي البداية الكاينيتيك انرجي هاف ام في سكوير، الفي بيكون بزيرو، فهاف ام في زيرو سكوير بيكون بزيرو الماكسيمم هايت. عند الميد هايت ام جي اتش على اتنين. هتقول لي ازاي مش ده البوتنشال انرجي؟ ما احنا قايلين في النص الكاينيتيك انرجي ايكوال البوتنشال انرجي، في النص البوتنشال انرجي بيساوي ام جي اتش على اتنين، يبقى الكاينيتيك انرجي قده ام جي اتش على اتنين. وعند الجراوند الكينيتيك بيساوي ام في جي في الاتش. تمام. عادي بقى، ما متكمل الام جي اتش، ولكن الام جي اتش هنا اعني البوتنشال انرجي وهي فوق. تمام تمام. هنا الفول هايت عشان بس تكون فاهم، كينيتيك انرجي تحت بيساوي بوتنشال انرجي فوق، كينيتيك انرجي عند اقل نقطه بيساوي بوتنشال انرجي عند اعلى نقطه، بوتنشال انرجي عند اعلى نقطه بيساوي كينيتيك انرجي عند اقل نقطه. بيقول لك الفيلوسيتي فوق بيساوي زيرو، انت لسه حادف الكره طبيعي ما جالهاش سرعه. عند الميد هايت بيساوي روت جي اتش، وتحت بيساوي روت 2 جي اتش. احنا اكيد مش هنحفظ وهنفهم هما جم منين. طبعا عندك انا هشرحهم دلوقتي بس صبرا بس مهلا. عندك الميكانيكال انرجي ثابته 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 اهو، الميكانيكال انرجي ثابته. تمام تمام. الميكانيكال انرجي ثابته، الحته دي مهمه جدا ما تنسوهاش. تمام تمام. وللعلم معلومه الميد هايت كينيتيك انرجي ايكوال بوتنشال انرجي، لو بصينا هنا في نقطه ايكوال بعض اهم. تمام تمام. طبعا الماس بتاعت الكوره اللي هو مثلا 2 كيلو الكوره، هي مش مفيش كوره 2 كيلو اكيد يعني، بس هي الماس ثابته يعني، فاهم فاهم قصدي. دلوقتي بقى كده الحتتين دول بيقولك الفيلوسيتي عند الجراوند بيساوي روت 2 جي اتش، والفيلوسيتي في النص بيساوي روت جي اتش. طيب هتيجوا نعرف جت منين. مش احنا قايلين ان البوتنشال انرجي، البوتنشال انرجي ثانيه واحده، البوتنشال انرجي عند ماكسيمم هايت بيساوي كاينيتيك انرجي عند الجراوند، صح ومفيش ادنى مشكله. البوتنشال انرجي عند الماكسيمم هايت بيساوي الام في الجي في الاتش. كاينيتيك انرجي عند الجراوند بيساوي هاف في الماس في الفيلوسيتي سكوير. تمام. فلتذهب الام مع الام، اتبقالك ماشي، اتبقالك ثانيه هاف في سكوير ايكوال جي اتش. طب ما تيجي عشان نشيل هاف ده نضرب في اتنين، يبقى في سكوير ايكوال 2 جي اتش. تمام. طيب ما تيجي ناخد روت، يبقى الفيلوسيتي بيساوي روت 2 جي اتش. بسيطة جدا. طبعا ديت الفيلوسيتي عند الارض. تمام تمام. طيب ما ده لو انت بتحدف كرة من فوق. طيب ما تيجوا نعرف كده ليه في النص بيساوي ليه في النص بيساوي روت جي اتش. طيب يا صديقي، عندك في النص ان الكاينيتيك انرجي قلنا ايه؟ كاينيتيك انرجي بيتساوي بوتنشال انرجي، كاينيتيك انرجي بيتساوي بوتنشال انرجي بتساوي ام جي اتش على الاتنين. تمام. ام جي اتش على الاتنين كأنها هاف ام جي اتش، يبقى في النص الهاف ام جي اتش الكاينيتيك انرجي بتساوي هاف ام جي اتش. ما هي كاينيتيك انرجي يعني كاينيتيك انرجي ايكوال هاف ام جي اتش. طيب ما احنا ممكن نشيل كلمة كاينيتيك انرجي دي ونعوض بالقانون بتاعها. القانون بتاعها هاف ام في سكوير. تمام. فلتذهب الهاف مع الهاف، فلتذهب الام مع الام، اذا يبقى في سكوير ايكوال جي اتش. اذا ال v ايكوال روت جي اتش. وكده نكون اثبتناهم بكل بساطة، وبس كده نكون انتهينا من الجزئية بتاعة الخلاصة. هتساعدك تحل اي مسألة، وننتقل الى الجزء بتاع البندول. هنا البندول دوت البندول السيمبل بندولم اللي هو بتاع الكورة اللي بتقعد تتحرك كده. تمام تمام. انت عندك الكورة بتاعة البندول ديت هنا الكورة، احنا عايزين نوضح حاجة في النص بتكون الماكسيمم فيلوسيتي بتاعتها، السرعة بتكون اعلى حاجة او كينيتيك انرجي ماكسيمم. تمام. ومادام الكينيتيك انرجي ماكسيمم يبقى البوتنشال انرجي اقل حاجة مينيمم اللي هي بزيرو. طالما الكينيتيك انرجي ماكسيمم يبقى هي ايكوال الاي. ليه؟ لان الاي ايكوال كينيتيك زائد بوتنشال، واحنا قايلين البوتنشال بزيرو، يبقى كينيتيك زائد زيرو، يبقى الاي ايكوال كي اي على طول، الزيرو ملوش لازمة. كي ايكوال اي، كاينيتيك انرجي ايكوال ايه. تمام تمام. الفيلوسيتي هنا بتكون ماكسيمم، هنا الفيلوسيتي بتكون زيرو، كاينيتيك انرجي زيرو، يبقى البوتنشال انرجي بتكون ماكسيمم، وده ماكسيمم يبقى ايكوال الايه، وهنا نفس الحوار. وكده نكون انتهينا من الجزء بتاع اللو اوف كونفرزيشن كونزرفيشن اوف انرجي. انا اسف بتلخبط لما بقولها بسرعه. تمام تمام. وخلينا ندخل على الشابتر اللي بعده.
وخلينا ندخل على شابتر 2 عندنا في المنهج، الا وهو الموشن. تمام تمام، ده اول درس عندنا ان شاء الله نتكلم عن الموشن. تمام، مبدئيا كده في البدايه بيوضح لك ان الموشن دي نوعين، نوع اسمه ترانزليشنال موشن ونوع اسمه بريودك موشن. وللعلم احنا هناخد الحاجات دي بشكل نظري على السريع كده، لان يعني ده مش مسائل او ده مش هيجيلنا يعني سألنا فيه، غير هتبقى حاجات بسيطه كده ومعلومات عامه يعني. تمام تمام. فالموشن ترانزليشنال موشن وبيريودك موشن، ما اقصدش معلومات عامه اللي هي مش مكرره، لا ده في المنهج عادي. تمام، بس اقصد دي حاجه بتتلقط كده مره واحده يعني. فبيقول لك الترانزليشنال موشن between two different points a starting point and an end point. الموشن ما بين نقطتين، نقطه بدايه ونقطه نهايه. تمام، على سبيل المثال زي الموشن ان ستريت لاين. تمام، او البروجكتايل موشن. حلو البروجكتايل موشن ده. يعني ايه بروجكتايل موشن؟ بيسموها حركة المجزوفات. زي مثلا لاعب كرة سلة مسك الكرة، حدف الكرة بأنجل معينة كده، الكرة تفضل طالعة 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 لحد ما تنزل جوه السلة. دي بتتبع علم حركة المجزوفات أو البروجكتايلز موشن. تمام، حركة المجزوفات دي بيستخدموها في حاجات كتير. يعني مثلا في الظروف الحالية اللي شغالة الحرب اللي ما بين إيران وإسرائيل وأمريكا والكلام كله ده. مثلا لو تسمع عن الصاروخ الباليستي، الصاروخ الباليستي بيعتمد بشكل كامل على دراسة فيزياء المجزوفات اللي هي بروجكتايلز موشن. ممكن تبحثوا في الموضوع ده وتشوفوا فكرة الصاروخ الباليستي. تمام تمام. عندنا النوع التاني بقى من الموشن البريودك موشن، بيقول موشن that get repeated regular through equal time intervals. حاجة مش محتاجين نشرحها، زي الويف موشن والاوسيلاتري موشن. تمام، نبدأ نتكلم عن الاوسيلاتري موشن. يعني ايه اوسيلاتري موشن؟ بيقول الاوسيلاتري موشن اتس بريودك موشن، ما احنا قايلين فعلا ان هي نوع من البريودك موشن اوف of a vibrating body about its rest position. يعني ايه؟ يعني الجسم بيتحرك حوالين الريست بوزيشن، وساعات بيسموه الريست بوزيشن ده equilibrium position. انا كاتبه equilibrium position. تمام تمام. بيقول لك ايه الاوسيلاتري موشن that gets repeated through equal intervals of time، بيتكرر equal intervals of time. تمام، دلوقتي هنبدأ نشرح الفرق ما بين حاجتين مهمين جدا، الا وهما الديسبيسمنت والامبليتيود. طيب ايه الفرق؟ دلوقتي انت عندك البندول ده، لو الكرة على سبيل المثال كانت هنا، لو الكرة كانت هنا، لو الكرة كانت في اي حتة، المسافة ما بين الريست بوزيشن والكرة بيسموها ديسبيسمنت. مثلا لو الكرة كانت هنا، لا بس بلاش دي، فاهمين؟ تمام، الكرة هنا نسميها ديسبيسمنت، لو الكرة هنا نسميها ديسبيسمنت، الكرة في اي حتة نسميها ديسبيسمنت. تمام تمام. هنعرف ايه الامبليتيود بس مهلا. بيقول لك الديسبيسمنت distance traveled by an oscillating body from its rest position to any point، يعني المسافة من الريست بوزيشن لأني بوينت انت تروح لها. تمام تمام. طبعا الميجرنج يونت اللي بيكون بالمتر يعني. طيب الامبليتيود بقى، الامبليتيود دي الماكسيمم ديسبيسمنت، اعلى نقطه البندول طلع لها، هي دي بقى بنسميها ديسبيسمنت، ماكسيمم ديسبيسمنت فور دي اللي بنسميها الامبليتيود. دي بيقول لك الماكسيمم ديسبيسمنت فور ذا ايكوليبريم فروم ذا ايكوليبريم بوزيشن للبودي طبعا. تمام، واليونت بتكون بالمتر. تمام تمام. في حاجه عايزين نوضحها، يعني ايه كومبليت اوسيليشن؟ يعني الجسم عمل 4 امبليتيود. يعني ايه؟ مش فاهم. او بيقول لك one complete oscillations occurs when the body makes 4 amplitude. يعني الجسم هو مثلا بدأ حركة من النص، طلع هنا مرة 1 امبليتيود، قام راجع 2 امبليتيود، راح هنا 3 امبليتيود 4. اول ما يعمل الاربع حركات دول معناها عمل complete oscillations. طيب الكومبليت اوسيليشن بيرمز لها برمز ال n small. طيب الكومبليت اوسيليشنز بيساوي ايه؟ بيساوي نمبر اوف امبليتيودز على 4. القانون دوت حفظ. تمام تمام، او انت تفهمه يعني، ما فيش حاجه حفظ يعتبر. تمام. هنبدأ نتكلم عن تاني حاجة اسمها البريودك تايم. البريودك تايم بيقولك تايم تيكن تو ميك وان كومبليت اوسيليشن، الوقت اللي اتاخد عشان تعمل كومبليت اوسيليشن. بمعنى صح، الوقت اللي اتاخد عشان تعمل 4 امبليتيود، 1 2 اهو 3 4. بمعنى تاني احسن، الوقت اللي اتاخد عشان تعمل الاربع حركات دول هو الوقت المقطوع عشان يعمل الاربع حركات دول. اهي مفهومه اهي. بنرمزها بالرمز تي، بيتساوي توتال تايم على ال n ايه which is the number of the complete oscillations. تمام تمام. احفظ القانون برضو. هنتكلم عن الفريكوانسي. الفريكوانسي بيقول لك the number of complete oscillations in 1 second، عدد الكومبليت oscillations في التايم، او بنرمز لها بالرمز بكلمة هرتز او اتش زد يعني. تمام تمام. الفريكوانسي الرمز دوت اسمه نيو، اسمه نيو، انت صح عشان تعيش صح. الفريكوانسي ايكوال نيو، مش ايكوال نيو فريكوانسي هي الرمز ده نيو يعني. تمام. عفوا. الفريكوانسي بيساوي ايه؟ نمبر اوف كومبليت اوسيليشنز على التايم، على عكس البريودك تايم. لو تركز البريودك تايم والفريكوانسي عكس بعض، فنستنتج حاجه مهمه هنا. بيقولك ان الفريكوانسي بيساوي 1 على البريودك تايم، والبريودك تايم بيساوي 1 على الفريكوانسي. موضوع بسيط جدا لو عايزين نثبتها. عادي، الفريكوانسي بيساوي 1 على البريودك تايم. البريودك تايم بيساوي ايه؟ التوتال تايم على الان، توتال تايم
على ال n، تحت اللي تحت بيطلع فوق، اكنها n على توتال تايم. ما هو n على توتال تايم دي فريكوانسي اهي. موضوع بسيط جدا جدا يعني، ولا نفس الكلام يعني. تمام تمام. وكده نكون انتهينا من الدرس الاول في شابتر 2، وخلينا ندخل على الدرس اللي بعد كده، وخلينا ندخل على الويف موشن. تمام، ده الدرس التاني في شابتر 2. تمام تمام. مبدئيا كده في البداية بيقول لك يعني ايه ويف. بيقول لك it is a disturbance that propagates and transfer energy in the direction of propagation. اضطراب propagates بينتشر وبينقل الانرجي، او الانرجي بتمشي هو ماشي كده في direction of propagation، في اتجاه الانتشار بتاعه. تمام تمام. مبدئيا كده احنا عندنا في البداية عايزين نوضح عندنا نوعين ويفز، نوع ميكانيكال ويف ونوع الكترومagnetic ويفز. خلينا ناخد على السريع الالكترومagnetic ويفز الاول. تمام. بيقول لك الالكترومagnetic ويفز هي من اسمها الكترومagnetic، فبيقول لك waves that generates from the vibration of a magnetic field و electric field. تمام. دي حاجة أساسية إن هما magnetic field و electric field. تمام تمام. في حاجة بقى عايزين نوضحها، بيقول they have the same frequency and the same phase. هو لو زي ما احنا شايفين الصورة دي حلوة جدا. الصورة ديت الاكس اكسس وواي اكسس وزي اكسس اهمت عليهم لونه ازرق دوت الالكتريك فيلد، والاخضر ماجنتيك فيلد. هو بيقول سيم فريكوانسي، فنلاقي 1 2 3 4 مثلا، هنا هتلاقوا نفس العدد، هنا هتلاقيهم نفس العدد. يعني ايه بقى ان سيم فيز؟ يعني الوقت اللي هتكون فيه الالكتريك فيلد عند الماكسيمم بوينت بتاعتها، في نفس ذات الوقت ده هتكون الماجنتيك فيلد برضو عند الماكسيمم بوينت بتاعتها. هما الاثنين دايما في نفس الفيز. تمام. دي في النص، دي هتلاقيها في النص، وكذلك. تمام تمام. خلينا نكمل. ماشي. بيقول both are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation. الاتنين ويفز perpendicular على بعض، وبربنديكولار برضو على الخط بتاع الانتشار. تمام تمام، اللي هو الخط اللي هم ماشيين فيه. في بقى شوية خصائص كده للإلكترومagnetic ويفز هنقولها على السريع. ماشي. بيقول they can travel in physical media or in vacuum empty space. هم ممكن يمشوا في physical media، حاجة ملموسة، أو physical يعني ما أقصدش ملموسة، physical يعني عامة، أكيد انتوا فاهمين، أو vacuum. تمام، الفراغ. بيقول الفاكيوم ماشي. الالكترومagnetic ويفز بقى في حاجه عايزين نوضحها، ان هم في الفاكيوم بيمشوا بسرعه ثابته. السرعه دي بتساوي 3 ملتبلاي 10 باور 8 متر بير سكند. تمام تمام. ساعات بيرمزوا لها بالرمز سي. تمام تمام. بيقول all electromagnetic waves are transverse wave. يعني هنفهم برضه دلوقتي يعني ايه transverse wave، بس دلوقتي اعرف ان كل الالكترومagnetic waves are transverse wave. تمام تمام. هنا بيقول ايه examples للميكانيكال ويف. عندك الووتر ويف والساوند ويف. تمام تمام. طبعا عشان يحصل ميكانيكال ويف في 3 شروط لازم يكونوا موجودين: السورس، مصدر الصوت، ديستربنس، وميديم. يعني مثلا صديقك هيتكلم، هو هيكون السورس. الميديم عشان الصوت يتنقل لك في الهواء. الديستربنس اللي هو الاحبال الصوتيه حصل ديستربنس فيها كده عشان الصوت يقدر يطلع. تمام تمام. عندنا الميكانيكال ويفز اتقسموا لنوعين، نوع ترانسفيرس ويف واللونجيتيودنال ويف. هنفهم الفرق ما بينهم دلوقتي. مبدئيا كده الترانسفيرس ويف بيقول لك ان هي الويف ان البارتكلز بتاعتها لما يجوا يفايبريت او يعملوا فايبريشن، بيعملوا فايبريشن بيربنديكولار على الدايركشن بتاع الويف بروباجيشن. يعني لو الويف ماشيه كده، الفايبريشن بتاع لو الويف ماشيه كده، الفايبريشن بتاع البارتكل بيكون بيربنديكولار على كده. البارتكلز بيفايبريتوا او بيهتزوا كده بيربنديكولار على الدايركشن اوف بروباجيشن. تمام تمام. بيقول it is a wave in which the direction of medium particles vibrations are perpendicular to the direction of wave propagation. تمام تمام. الترانسفيرس ويف بتكون واخده الشكل ده، وفي عده حاجات عايزين نوضحها. لو طلب منك في سؤال تجيب امبليتيود، الامبليتيود بيكون هو المسافه دي في الويف. تمام تمام، او الامبليتيود ده. تمام تمام، هو ده الامبليتيود. مفهوم مفهوم. طيب ايه هو الويف لينث؟ الويف تعال ننزل من هنا بقى ثانيه واحده. بيقول لك الويف لينث it is the length of one wave. It is the distance between two consecutive crest or two consecutive trough. الحته اللي فوق القمه دي بيسموها كريست، واللي تحت القاعده بيسموه تراف. فبيقول لك الويف لينث ماشي. الويف لينث الطول الموجي هو المسافه دي، الديستانس ما بين تو consecutive، وركزت على كلمه consecutive كريست، يعني 2 كريست ورا بعض او 2 تراف ورا بعض. ما هي دي برضو اهي ويف لينث. تمام تمام. It is the distance between two consecutive points along the direction of propagation in the same phase. طيب يعني ايه الحتة دي؟ تعالوا نوضحها عشان الحتة دي حلوة. يعني ايه الحتة دي؟ تمام. بيقول لك الديستانس ما بين نقطتين في نفس الفيز. يعني مثلا على سبيل المثال
نعمل نقطة هنا. بص يا صديقي، الوقت الويف ماشية كده، فخلاص ان هما الاتنين في نفس الدايركشن. طيب بص كده، الويف طالعة اهي، نازلة، طالعة. مادام طالعة والاتنين على نفس المستوى، على نفس المستوى، يبقى ديت برضو نقدر نقدرها ويف. تمام تمام. فين؟ اهي، هي اللي انا هعلم عليها بالاخضر دي. تمام تمام. مفهوم مفهوم الكلام. تمام مفهوم. يبقى هي ال distance between two consecutive points along the direction of propagation in the same phase. in the same phase معناها نفس الحالة، ده طالع ده طالع ده نازل ده نازل. تمام تمام. لازم يكونوا consecutive points يعني ورا بعض. مبدئيا كده الويف لينث عشان نجيبها بنجيب التوتال ديستانس وبنرمز لها برمز اكس على النمبر اوف ويفز. بسيطة يعني، الموضوع مش صعب. والفريكوانسي بيكون نمبر اوف ويفز على التايم سكند، ودي احنا قلناها اصلا. ماشي. عندك بقى اللونجيتيودنال ويف. اللونجيتيودنال ويف الدايركشن بتاع الفايبريشن بتاع البارتكلز بيكون ان ذا سيم دايركشن اوف ويف بروباجيشن. يعني لو الويف ماشيه كده، اليمين البارتكلز بيتحركوا كده في السيم دايركشن بتاعها. تمام تمام. وماشي. وطبعا عشان نجيب الويف لينث، او ننزل بس نقرا الاول. بيقول it is the length of one wave. تمام، احنا عارفين length of one wave distance between two centers of two consecutive compression or two consecutive rarefaction. الحته اللي فيها عدد شرط كبير دوت بيسموه compression او مكان ضغط، انما الحته دي rarefaction، في تراخي كده. فالويف لينث بيساوي المسافه ما بين السنتر بتاع اتنين consecutive rarefaction اهو. لا، دول اتنين consecutive compression، ده compression وcompression، اور اتنين consecutive rarefaction. يعني ايه consecutive؟ يعني ورا بعض. يعني مثلا ما ينفعش اقوم جايب ده مع ده، ما ينفعش، لازم الاتنين يكونوا ورا بعض. The distance between two centers of two consecutive compressions or centers of two consecutive rarefactions is wavelength. تمام تمام. الصورة دي مهمة، والصورة دي تبع الالكترومagnetic waves. تمام. مبدئيا كده احنا عايزين نعرف ان هنا اعلى فريكوانسي. حتى لو انت لاحظت الشرط كتير اهي، الشرط كتير اهي، فده اعلى فريكوانسي، والفريكوانسي بتقل واحنا ماشيين يمين. تمام. يعني احنا ممكن نكتب هنا ايه؟ highest frequency. تمام. زي ما قلنا دي بتكون اعلى فريكوانسي، ودي lowest فريكوانسي. تمام تمام. دي highest فريكوانسي بتكون lowest wavelength. lowest wavelength. احنا بقى ممكن نحط بالرمز مثلا نقول نيو، highest نيو. ثانية واحدة، highest اهي نيو. هنا عندك lowest wavelength، اقل wavelength. هو فعلا الويف لينث يعني احنا مش عارفين نرسمه اصلا. تمام تمام. احنا ممكن ناخد مسافة ما بين سكسيسيف، السنتر بتاع سكسيسيف كريست مثلا صغير جدا، انما هنا بقى بيكون ايه؟ highest wavelength lowest frequency. تمام تمام. واحنا عندنا بقى بتشين بترتيب الجاما راي، بعدها الاكس راي، بعدها الالترا فايولت ريز، بعدها الفيزيبل لايت. الفيزيبل لايت بقى بيتراوح الويف لينث بتاعه من 400 نانومتر ل 700 نانومتر. الفيزيبل لايت ده اللي احنا بنشوفه يا جماعه. بنشوفش في حاجه، احنا ما بنشوفش حاجه في دول اصلا غير الفيزيبل لايت. بعدها الانفراريد ريز والمايكرو ويفز والراديو ويفز. تمام تمام. وبكده نكون انتهينا من الجزء بتاع الويفز. هنخش على الجزء بتاع اللايت، وكده نكون انتهينا من المراجعه بتاعتنا. ودلوقتي نكون وصلنا للجزء بتاع اللايت. انا هحاول انجزه بشكل سريع جدا لان بصراحه مش عايز اطول. تمام. في البدايه بدا يتكلم بيقول لنا properties of light، خصائص الضوء. اول حاجه لايت ريفليكشن. يعني ايه لايت ريفليكشن؟ يعني ان الضوء ينزل كده على مرايه، السطح دوت مرايه، او الخطوط اللي عليه دي تبين انه مرايه. تمام تمام. والخط دوت اسمه النورمال لاين، الخط اللي واقف ده. تمام. بيكون بيربنديكولار على الريفلكتنج سيرفيس او السطح اللي بيعكس.
لو على سبيل المثال الضوء نزل بانجل 30 مع النورمال، فهو بيتعكس ريفلكتد بانجل 30 مع النورمال. هو ده ملخص يعني اللايت ريفليكشن. تمام. القانون الاول لللايت ريفليكشن، فيرست لو اوف لايت ريفليكشن، بيقول لك انجل اوف انسيدنس ايكوال انجل اوف ريفليكشن. الانجل دي ايكوال الانجل دي، انجل اوف انسيدنس ايكوال انجل اوف ريفليكشن. تمام. وتحت دلوقتي بيقول لك ايه، a light ray falling perpendicular to a reflecting surface reflects back on itself because both angle of incidence reflection equal 0. تمام. بيقول لك لو نزل خط كان perpendicular على reflecting surface فهو هيتعكس على نفسه. ما دام اتعكس على نفسه يبقى الانجل اوف انسيدنس ايكوال انجل اوف ريفليكشن ايكوال 0 r0. تمام. هيتعكس على نفسه كده. تمام. تاني قانون لللايت ريفليكشن بيقول لك ايه، incident light ray reflected light ray and the normal all lie in the same plane. This plane is perpendicular to the reflecting surface. يعني ايه الجمله دي؟ عندك الانسيدنت لايت راي اهو، في مش مشكله، والريفلكتد لايت راي اهو، وعندك النورمال اهو. بيقول لك كلهم موجودين على بلين يعني شيت كده. تعال نرسم شيت اهو. الشيت ده قال لك ان الشيت ده perpendicular على الريفلكتنج سيرفيس. الريفلكتنج سيرفيس هو ده البنفسجي اهو، بيربنديكولار عليه فعلا. وللعلم يعني هو ما فيش بلين حقيقي، هو مجرد شيء تخيلي كده، هو اللي بالرصاصي ده. تمام. بيقول لك ايه، انا برضو بحاول اتكلم بشكل سريع عشان ننجز. تمام. دلوقتي عندك دلوقتي الانجل اوف انسيدنس ايكوال فاي 1 والانجل اوف ريفليكشن ايكوال فاي 2. طيب احنا لو قسمنا فاي 1 على فاي 2 الاتنين قد بعض، فاذا الاجابه هتطلع لنا 1. يبقى السلوب ما بين الفاي 1 والفاي على 2 ايكوال 1 اهو. فاي 2 على فاي 1 مش هتفرق. فاي 2 على فاي 1 معناها ان معناها السلوب ب 1، والسلوب بيساوي تاني الثيتا. يبقى اذا الانجل اللي ما بينهم لازم تكون 45 عشان تان 45 هي اللي بتكون ب 1. ولو رسمها في كراسه مربعات كده هتلاقي الخط ده طالع من نص المربعات بالظبط. تمام. تلاقي الخط طالع من نص المربعات بالظبط كده. اشوفها انت بقى. تمام. بيقول because of angle of incidence equals the angle of reflection then the graph is a straight line with a slope of 1 اللي هو 45 degree when both axes have the same scale. تمام. دلوقتي بدأنا نتكلم عن اللايت ريفلكشن. اللايت ريفلكشن بيحصل في حالة واحدة بس، لو في عندنا difference في الاوبتيكال density، يعني الكثافة بتاعت شيء. عليك it is a phenomenon that changes the direction of light when it passes through the boundary between two transparent medium of different optical density. الازاز هنا اتقل من الهواء، الازاز higher optical density، فلما الخط نزل المفروض اللايت يكمل كده، لا بيعمل حاجة اسمها diffraction، بيجي كده شويه. يبقى الانجل بتاعت الريفراكشن هي دي الانجل الريفراكشن هي دي بتكون اقل من الانجل اوف انسيدنس. يعني هنا الانجل اوف انسيدنس اكبر من الانجل اوف ريفراكشن. يعني عندنا الفاي اكبر من الثيتا. مش عارف الفاي انا برسمها شبه الثيتا ليه كده، والثيتا برسمها شبه الفاي، ما علينا يعني. المهم الفاي اكبر من الثيتا. تمام. بيقول لك the angle of refraction the angle between the refracted light ray and the normal. ده refracted light ray وده النورمال، هي الانجل ما بينهم at the interface between the two media at the two points of incidence. تمام. هنبدأ نتكلم عن حاجة اسمها relative refractive index from the first medium to the second medium. دلوقتي احنا قلنا الجسمين عشان الخط يتعكس جواهم او يتكسر اقصد جواهم، في حاجة اسمها relative refractive index. تمام. دلوقتي ده بيجي لك في شكل رقم في السؤال. القوانين بتاعته اهي، ولكن هقول لك على معلومه. انت مش بيطلب منك ان انت زي ما عرفتك في الفيزيكس العاديه دي او في منهج الثانوي العادي انك تعرف القوانين دي جت منين. حتى مش موجود في الفيزياء المتقدمه. القوانين دي موجوده في ممكن كليات العلوم مثلا او حاجه زي كده. تمام. حتى مش موجوده في كليات الهندسه يعني للعلم. فخلينا كده نشوف القوانين بتقول لك ايه. عندك الريلاتيف ريفراكتيف اندكس للميديوم الاولاني. هنا ليه الريلاتيف ريفراكتيف اندكس للميديوم الثاني؟ بيرمزوا لها 1 ان 2، معناها من الميديوم الاولاني للميديوم الثاني. بيساوي ايه؟ الساين الفاي على ساين الثيتا. تمام. بيساوي الفيلوسيتي في الميديوم الاولاني على الفيلوسيتي في الميديوم الثاني، بيساوي الويف لينث في الميديوم الاولاني على الويف لينث في الميديوم الثاني. تمام. تحفظ القوانين دي مهم جدا. تمام. خلينا نكمل. ماشي. بيقول لك ايه، عندك السكند لو بيقول لك the incident light ray refracted light ray and the normal line، نفس اللي احنا قلناه من شويه، بس هنا بقى دخل refracted light ray and the normal line on the interface between the two media at the two point of incidence all lie in the same plane which is perpendicular to the interface between the two media. لو انت دلوقتي اهو، بص يا صديقي، انت عندك ده refracted، خد الخط بتاعه كده عشان تكون بلين، وعندك على سبيل المثال incident اهو،
وعندك النورمال. لو جيت تكون بلين كده هتلاقيهم كلهم ايه، او بالبنديكولار تو ذا انترفيس، او بالبنديكولار على الانترفيس اللي ما بينهم. تمام تمام، بسيطه. انت حاول تتخيلها، او تحاول ان تتخيل ان في شيت موجود. تمام تمام. الشيت ده اللي هو البلين يعني. تمام تمام. عندك السكند لو، ماشي احنا قلنا خلاص. في حاجه اسمها بقى الابسوليوت ريفراكتيف اندكس. دلوقتي احنا قلنا ايه دوت الريلاتيف، يعني من ميديم لميديم، مثلا من جازولين من جازولين مثلا اي حاجه، جازولين لجلاس مثلا، من حاجه لحاجه. انما الابسوليوت ريفراكتيف اندكس من الهواء للميديم اهو، الهواء للميديم الاير. بيقول ماشي ريلاتيف ميديم كونستنت فور، ماشي. بيقول لك مثلا ايه ذا ريشيو بين السبيد اوف لايت ان ذا سبيس اير للسبيد في الميديم. السي دي معناها السبيد بتاعت اللايت في الاير، تمام، ودي الفي السبيد في الميديم. بيقول لك ذا ريشيو اوف لايت ان فاكيوم، الويف لينث، الويف لينث في الاير على الويف لينث في الميديم. احنا قلنا الابسوليوت المطلقه بتكون دايما من الاير، بتكون ساين الفاي على ساين الثيتا. الفاي هي ساين الانجل اوف انسيدنس ان ذا اير اهو، ساين اوف انجل اوف انسيدنس ان ذا سبيس اور ذا اير، ساين ثيتا انجل اوف ريفراكشن ان ذا ميديم. تمام تمام. عندك بيقول لك الحته دي مهمه تعرفها عشان بتيجي في الاسئله. two factors affecting the absolute refractive index. ايه الحاجات اللي بتأثر على ال absolute refractive index؟ عندك التايب اوف ميديا ماتيريال، كل ما الاوبتيكال دينستي، كل ما الاوبتيكال دينستي بتزيد الريفراكتيف اندكس بتزيد. احفظها، كل ما الاوبتيكال دينستي بتزيد الريفراكتيف اندكس بتزيد، ده منطقي اصلا يعني. تمام تمام. عندك بقى الويف لينث، كل ما الويف لينث بتاعت اللايت تزيد الريفراكتيف اندكس بيقل، والعكس الريفراكتيف اندكس انكريز از ذا ويف لينث ديكريز اهو. تمام تمام. ممكن انت عن طريق تعمل ريليشنز تعرف حاجه زي كده بسيطه جت منين، بس انا بس بحاول عشان الوقت عايز اخلص البتاعه دي اصلا كلها في 10 دقايق. تمام تمام. عندك ايه، عندك بيقول لك الابسوليوت لا هنا بقى الريلاتيف ريفراكتيف اندكس من الميديوم الاولاني للتاني بيساوي القيمه، طبعا القيمه دي بيبقى جايبها لك في السؤال، ال N2 على ال N1. طيب 2 N1 بيساوي N1 على N2، وهتلاقيني كاتب لك ايكوال 1 على 1 N2. طب ازاي جت منين دي؟ ما احنا قايلين هنا ال 1 N2 بيساوي N2 على N1 N2 بيساوي N2 على N1، تحت اللي تحت يطلع فوق اللي هي بيساوي N1 على N2. تمام تمام، اهي N1 على N2. فعندك بقى سنيلز لو، قانون سنيلز بيقول لك اهي 1 N2 دي اكنها بالظبط ال N2 على ال N1، ال N2 على ال N1، ال N2 على ال N1. تمام تمام. دي بتساوي تمام، بتساوي ساين الفاي، الفاي اللي هي الناحية التانية على ساين الثيتا. تمام تمام، ساين الفاي على ساين الثيتا، ساين الفاي على ساين الثيتا، الحتة ديت مهمة جدا. تمام تمام. ماشي. فتعالى ناخد كده مقصات، يبقى N1 ساين فاي بيساوي N2 ساين ثيتا. انت بقى تحفظها كده، احفظ الريليشن دي على بعضها كده، احفظ الرول دي، احفظ الفورميولا دي. عندك ال N1 هتضرب ال N1 هنا في الساين الانجل اللي هنا بيساوي ال N2 اللي هنا في ساين الانجل اللي هنا. طبعا هنا الانجل اوف انسيدنس وهنا الانجل اوف ريفراكشن. انا حاولت اخلي المراجعه بشكل سريع وما بدون اثبات قوانين كتير، حاجه احنا مش محتاجينها، احنا بس محتاجين نكون بنعرف نشغل دماغنا واحنا بنحل، لمين بالافكار والقوانين. عفوا عن الصوت اللي ظاهر دوت، الموبايل شغل حاجه بالغلط. تمام. لمين بالافكار والقوانين، فالفكره والباقي بقى بيكون مبني عليك ان انت تعرف تشغل دماغك تحل، او لان المراجعه دي احنا ما كملناش حل، فانت تحل مع نفسك، تحل حبه تقييمات، تحل حبه من المعاصر. وللعلم المراجعه دي كانت شامله كل الاجزاء اللي جايه في الامتحان، مش مفوته ولا معلومه حرفيا. فانت لو ملم بكل المعلومات ديت، انت لما جالك سؤال ممكن الفكره ما تجيلكش، ممكن دماغك ما تعرفش تفكر في الفكره، ممكن تغلط ايا كان السبب، انما القوانين حاضره عندك، انت لو شغلت دماغك بطريقه معينه هتعرف تحل. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، والسلام عليكم. اشوفكم في مراجعه جديده او فيديو جديد. يلا السلام عليكم.